عملت لكم وليمة من صدر فرخة وبس. يلا بينا نسمي الله ولايك للفيديو. أول حاجة كده نحضرها مع بعض. معانا كام قطعة من البانيه أو صدر فرخة كده نكون مقطعينه، بس القطعة بتبقى مفرودة زي ما انتوا شايفين. وهجيبها أضيفها كده في أكياس عادية من بتاعة التلاجة، وهبدأ إن أنا أدقها بالمدق دوت. لو موجود عندكم، مش موجود ممكن ندقها بإيد هون عادي. أهم حاجة إن أنا عاوزة القطعة بتاعتي تبقى مفرودة وكمان تبقى رقيقة شوية، بس بالراحة كده وعلى مهلكم عشان ما تتقطعش معانا. خلاص كده تمام. عملت اول قطعه زي ما انتم شايفين، انا عاوزاها تبقى بالمنظر دوت، تبقى القطعه عريضه شويه بس تبقى مفروده. وهبدا ان انا ادق بقى الكميه كلها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنجيب طبق نحضره كده فيه نص كوبايه من الميه، وهنضيف فيه كده ملح وبصل بودر وفلفل اسمر، وهنضيف كده بابريكا وقرفه. وانتوا عارفين ان انا من عشاق القرفه، لو مش عاوزين تحبوا القرفه ممكن تضيفوا بهارات عاديه اللي انتوا بتحبوها. وكمان هضيف كده نص معلقه من الكركم. الكركم بيديها لون وطعم حلو قوي. وهنقلب بقى كده كله مع بعضه، وهنجيب بقى قطع البانيه بتاعتنا وهنضيفها في التتبيله بتاعتنا. عاوزه اقول لكم ان التتبيله ديت من غير ما نضيف عليها لبن ولا زبادي ولا اي حاجه، بتخلي طعم وريحه البانيه بتاعي او الفراخ بتاعتي حلوه قوي. هركنها على جنب كده حوالي ربع ساعه لما احضر الرز بتاعي. هضيف كده حله فيها سمنه وزيت، وهضيف فيها بصلتين مقطعين رفيع، واقلبهم كده يدوبك بس لما اللون بس يصفر معايا وتدبل شويه معايا بقى بسله وجزر. وهبدا ان انا اقلبهم يعني حوالي 10 دقائق كده لما البسله والجزر يتبلوا شويه، عشان هما بياخدوا يعني سوا. ومعايا كام ورقه كده من الورق اللوري بيدي ريحه حلوه قوي، ورشه كده من الملح ورشه من الكركم، واقلبهم برده كده. ومعايا بقى رز بسمتي، وممكن تستعملي رز عادي برده. هنقلب كده التقليبه الرز بقى بالبسله. عاوزه اقول لك من غير حتى فراخ ولا بانيه، الاكله دي اكله ممتازه وحلوه جدا جدا، وتنفع كمان قوي للعزومات. ورشه بقى من الفلفل الاسمر، وهنضيف الميه زي ما قلت لكم ان كل كوبايه من الرز بنضيف لها كوبايه ونص من الميه. هنقلبها تقليبه ونغطيها ونسيبها لما تتشرب الميه، يبقى فيها كده ميه بسيطه. هنبدا ان احنا نشيل الغطا ونقلبها تقليبه بسيطه، ونوطي عليها بقى كده زي الشمعيه. وهنسيبها كده حوالي برضو 10 دقايق وربع ساعه على النار. خلاص كده الرز استوى معايا، طالع مفلفل وريحته خطيره. معايا بقى قطع البانيه هنصفيها كده من الميه زي ما انتم شايفين. وهجيب بقى طبق بتاعي، طبق صغير كده، وهبدا ان انا اضيف فيه قطعه البانيه بتاعتي. واحط بقى فيه الرز، كميه الرز كده حسب ما تلاقي القطعه اخدت معاكي، ما تملهاش قوي يعني. الرز طبعا مستوي معايا. وهبدا بقى ان انا اقفل على يعني قطعه كده كويس جدا مع الرز. ومعايا كده الخله الخشبيه، وهبدا ان انا اقفل بقى القطعه بتاعتي عشان بس الرز ما يتفتحش معايا. خلاص كده تمام. هجيب بقى صينيه دهنه من الزيت، وهبدا ان انا اقلبها كده وهرصها. حاجه روعه فوق الروعه والله، شكل يعني يغني عن الكلام. هبدا كده ان انا اخلص بقى الكميه كلها، واقفلها برده كده بالخله الخشبيه زي ما قلت لكم. خلاص كده تمام. ببدأ بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي، وخلاص بحط فيها الكميه اللي انا عاوزاها، ودهنه كده من السمنه على الوش عشان بس تديني لون. واحطها كده في الميكروويف او في الفرن يعني حوالي 10 دقايق مش اكتر، ما تسيبهاش كتير. ولما خلاص تحس ان هي استوت، بجيب بقى صلصه جاهزه وعليها معلقه من الزيت، وهبدا ان انا ادهنها واحطها تحت الشوايه يدوبك برده 10 دقايق. اللون بتاعي هيطلع حلو قوي قوي. خلاص كده زي ما انتم شايفين دهنتها دهنه من الصلصه، وهحطها كده 10 دقايق تحت الشوايه. تعالوا بقى نحضر الطبق العزمه بتاعنا. جبت طبق كده كبير وحطيت فيه الرز بتاعي، وضفت بقى البانيه. انا مش هتصدقي ان هو بانيه ولا قطعه بانيه خالص، قطعه كده حاجه شكلها حلو قوي، تنفع للعزومات، تنفع كده اكلات سريعه، ما بتاخدش وقت على فكرة خالص. وريحتها بقى يعني خطيرة، ريحتها حلوة قوي قوي. اعملوها بقى على الطريقة ديت. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لسه ما اشتركتوش. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واكتب لكم في اول تعليق